قال ايه الاولاد كانوا عايزين يروحوا يجيبوا برجر من بره او ياكلوا وجبه يعني من بره يعني. فطبعا قلت لهم لا تعالوا، ده انا عامله لكم برجر في البيت تحفه. هتلاقوا احلى من اللي بره بكتير وانضف من اللي بره، وعاملينه في البيت ودوقوا، ولو ما عجبكمش قولوا لي عجبكم. ما خلاص تدوني حقه. طبعا عاملينه في البيت، فيعني اكيد بنظافة البيت وبامكانيات البيت. انا كنت عملت معاكم البرجر في التفريزات، فقلت بقى اعملها لهم كده النهارده. هو يا دوبك اللي جبناه من بره الكايزر، ومع ان انا بعمل كايزر في البيت برضو جميل جدا، والمخلل اللي انتوا شايفينه ده. بس عايزين تجيبوا كاتشب بقى، مايونيز، اي حاجه بعد كده انتوا حرين. يلا بقى بينا كده ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونخش على طول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، وان شاء الله بإذن الله كلكم كده كل اللي يتمنى حاجة يا رب ان شاء الله ينولها. انا هنا بقى جبت البرجر بتاعي الجميل اللي انا مفرزاه، وهدهن الطاسة كده زي ما انتم شايفين، سمنة، زيت، اي حاجة انتوا عايزين تعملوها. بس لو زيت، انا عملتها بالزيت، هو لو عايزين تعملوها بزبدة او سمنة براحتكم خالص. بس انا هعمل الزبدة دي في الاخر خالص لحاجة يعني اللي هي ايه البرجر كده عشان تديني اللمعة كده وكأنها بالظبط جاية من بره. بصي بقى لما تيجي تحطيه على في الطاسة ما تستعجليش زي حالاتي كده، وتبقي العيال عمالين عايزين يدوقوا البرجر بأي طريقة فمستعجلين، فتروحي انتي ايه قلبها على طول. لا ما تقلبهاش على طول، وسيبيها كده وتاخد راحتها. ولما تكون الطاسة سخنة وطي عليها علشان ما تلسعاش من بره وتبقى ايه من جوه مش مستويه. فيعني ايه انا عملت كده. انا الاول كانت عاليه كده زي ما انتم شايفين، وهي مش ملسوعه، بس هي ايه اتعملت كده علشان ان هي كان الطاسه سخنه. وبعد كده برضو بجيب زبده او زيت او اي حاجه، وبدهنها كده زي ما انتم شايفين. الحته اللي اتقطعت دي مش مشكله بقى، عدوها، هي كلها جميله، هي حلوه ومفيهاش اي حاجه خالص يعني. برجر كده تحفه، احلى بكتير من اللي بره وانضف من اللي بره واطعم من اللي بره بكتير. وكمان في كمان تتبيله كده بتاعه البرجر كده لما تحطيها كمان معاها، انا كنت حطاها في مجموعه التوابل اللي انا عاملاها، يعني هي بتبقى فيها، فبتخليها ايه حاجه تانية خالص، طعم جميل جدا. بحمرها كده زي ما انتم شايفين. بموطيه، مش ولا موطيه قوي ولا معليه قوي، وسبتها كده لحد ما ايه استوت. وخلاص على كده ده خلصت يعني، بخلص طاسه طاسه كده يعني. ولازم طول ما انت واقفه كده، انا كنت ممكن ان انا اسيبها واروح اعمل حاجه تانية، لا لازم تبقي واقفه جنبيها عشان هو ما بياخدش وقت خالص. ولو عندك غطا غطيها مفيش مشكله، بس ايه يعني خليكي مظبطه النار. اهم حاجه انك انت تبقي تظبطي الشعله بتاعه النار عليه. تمام. ايه رايكم بقى في الفيديوهات بتاعتي؟ عايزاكم كده تقولوا لي تعليقات كده ولايكات وكومنتات حلوه كده جميله من اللي بتاعتكم، عشان انا عايزه باذن الله يجيلي الجواب بتاع اليوتيوب كده. فبالله عليكم عاوزه اوصل لل 500 باي طريقه، بس طبعا بالشرعي، مش بخش في جروبات ولا اي حاجه. فانا عايزه كده باذن الله كده ان الفيديوهات بتاعتي كده تبقى يعني تشتغل لوحدها من غير ان انا ما اخش في جروبات ولا حاجه، عشان الجروبات انا بصراحه يعني ما بفضلش الجروبات. الجروب اولا بحس ان هم بيدوبك يعملوا لي لايك في الاول واشتراك والكلام ده كله، وبعد كده بيلغوه. فده ما بينفعنيش خالص، بيأثر طبعا على القنوات بتاعتنا. فاحنا عايزين ايه نشتغل لبعضينا كده يعني. خلينا كده نشاهد لبعض. اللي عايز يتفرج على، بس هي بالله عليكم يعني انا والله العظيم براعي ربنا جدا في الفيديوهات اللي انا بتفرج عليها. بحب اتفرج عليها وبحب اتفرج على حتة من الاعلان كده، علشان برضو ايه هما بيجيبوا لنا ساعات اعلانات من غير اي يعني من غير ما يعني مش لينا يعني.
هما بيجيبوا اعلانات، اليوتيوب الايام دي عامل اعلانات كده حتى للقنوات الصغيرة، بس بتبقى ليهم هما مش لينا احنا، ما بتعملناش احنا حاجة يعني، ما بتعملش فلوس ولا الكلام ده كله. هنحط بقى هنا الجبنة الموزاريلا تحت، وبعدين البرجر، ومن فوق كده الجبنة برضو موزاريلا وحبة جبنة رومي كده. يا سلام على الجمال وعلى الحلاوة. والله الموبايل معرفش يرخر علشان من انا مستعجلة والعيال عمالين عايزين ياكلوا، فمش مساعدني خالص في الشكل، لكن هو والله تحفة وطعمه تحفة جامد جدا. ميهمكمش من الناس اللي بره بقى اللي عمالين يعملوا دوشة دول، احنا خلينا في الرغي بتاعنا. لو عندك بقى فرن او ميكروويف او اي حاجة حطي فيها كده على طول، هتسيح لك الموزاريلا كده وهتخليها جميلة. بس انا حبيت ان انا اعمل كده زي اللي لما بتيجي يعني في الشارع كده بيعملوها كده على طول، بيحطوها في الطاسة وبيروحوا مدينها كده وش من الناحية دي ووش من الناحية دي كده، فبتبقى تحفة وجميلة وبألف هنا وشفا. والله جميلة جدا وطعمها تحفة. لو مش حلوة اقول لكم لا ما تعملوهاش مش حلوة، انا لازم اكون صريحة في اللي انا بقوله، واولادي طبعا بيتفرجوا ولازم يستفادوا مني عشان بعد ما كده يعني يدعولي ان ماما علمتنا كده حاجة حلوة وبنعملها زي ما هي بتعملها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا مش بطول في الفيديو، بس انا بحاول ان انا اجيبه لكم كده ان انا بتدي والله بتبقى جميله قوي لما بتعمليها كده، وما بتدينيها زبده بتبقى الطعم بتاعها جميل من بره، بيبقى العيش كده طعمه حلو. زي ما بقولك بقى، عايزه تحطي مايونيز، عايزه تجيبي قصدي تحطي عليها مايونيز، تحطي كاتشب، براحتك خالص خالص. واستنوني ان شاء الله برضو باذن الله كده يعني قدام شويه كده اعمل لكم الكاتشب. انا عملت الكاتشب مره بالفراوله، والله العظيم بالفراوله، بس طلع تحفه. يلا بقى مع الف سلامه عشان الفيديو كده خلص، وتاكلوا بقى وتتهنوا بالف هنا وشفا. واستنوني في المفاجآت والحاجات الاختراعات بتاعتي اللي انا بعملها، وده من ضمن الحاجات اللي انا بقول لكم اعملوها على طول في البيت، ده اضمن وانضف بكتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحبكم في الله، مع الف الف سلامة. يا جماله يا جماله على الحلاوة والطعام والحاجة الحلوة دي. تعالوا تفضلوا معانا بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، في رعاية الله. اوعى تنسوا اللايك بتاعي. مع ألف سلامة.